ياما سمعنا الجملة الشهيرة الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. جملة حلوة شيك ومثالية، بس ما بيننا وما بين بعض الحقيقة غير كده خالص. في الواقع الاختلاف في الرأي ساعات مش بس بيفسد الود، ده بيخرب البيوت، بيكسر القلوب، وبيحول أقرب اتنين لغربة عن بعض. ليه؟ عشان احنا ما بنتعلمش نختلف، احنا بنتعلم ننتصر حتى لو ده هيكسر اللي قدامنا. اهلا بيكم في فضفضة مع ابراهيم، والنهارده هنعرف ليه اختلاف الرأي ممكن يدمر علاقاتك ويبوظ حياتك وتشوف كل الناس مش بتفهمك. بس الاول تعالوا احكي لكم حكاية كريم وياسمين، حكاية ممكن تكون حصلت في بيتك او في بيت حد تعرفه، عن اتنين حبوا بعض بس اختلافهم كان هيمسح الحب ده باستيك. كان في راجل اسمه كريم، راجل طيب ومحترم شغال محاسب في شركة كبيرة. كريم بيحب النظام والترتيب في كل حاجة، بيحب يخطط لكل يوم بالدقيقة والثانية، وما بيحبش المفاجآت خالص. حياته كلها جداول ومواعيد، حتى أكله وشربه ونومه بمواعيد محددة. اتجوز كريم من سنتين بنت جميلة وذكية وخريجة فنون جميلة. ياسمين كانت عكسه تماما، بنت حرة ومرنة، بتحب العفوية في كل حاجة، ما بتحبش الروتين ولا الجداول، وكل يوم عندها أكنه مغامرة جديدة. بتحب تصحى الساعة اللي هي عايزاها وتنزل تتمشى من غير خطة وتاكل في أي مطعم يعجبها على الطريق. في الأول كل واحد فيهم شاف الاختلاف ده حاجة حلوة. كريم كان معجب بطاقة ياسمين وحيويتها، وياسمين كانت معجبة بجدية كريم ونظامه في الحياة. كانوا فاكرين ان الاختلاف ده هيكمل بعضهم ببعض، بس الحقيقة كانت مختلفة خالص. أول مشكلة حقيقية بدأت لما قرروا يعملوا تجديد للشقة. كريم عمل جدول مفصل على الإكسل في كل حاجة، مواعيد النقاشين والكهربائي والسباك والميزانية بالقرش وألوان الحيطان وأماكن العفش. كان عايز كل حاجة تمشي بالظبط زي ما خطط بالمسطرة. ياسمين بصت على الجدول وضحكت، يا كريم انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ احنا مش رايحين نعمل مشروع في الشركة، ده بيتنا، خلينا نشوف اللي على راحتنا ونختار اللي يعجبنا. كريم اتضايق وقال لها يا ياسمين لازم يكون في خطة، مش ممكن نمشي كده، هنصرف فلوس كتير ونضيع وقت. ياسمين قالت له طب ما انت كده ما تبقاش عايش يا كريم، كل حاجة بحساب وبجداول، انا عايز اختار الالوان لما اشوف الحيطة قدامي مش من دلوقتي. وفضلوا يتناقشوا ويتجادلوا لحد ما كريم زعل وقال خلاص اعملي اللي انت عايزاه، انا مش هتدخل. ياسمين حست ان هو بيتخلى عن مسؤوليته فزعلت هي كمان وقالت لا انا كمان مش عايز اعمل حاجة لوحدي، ده بيتنا مش بيت انا لوحدي. وفضلت الشقة من غير تجديد لمدة 6 شهور، والموضوع بقى عامل زي الشوكة في الزور ما بينهم. كريم كان عنده دايرة اصدقاء صغيرة جدا، حوالي 3-4 من ايام الجامعة، بيتقابلوا مرة كل شهر في نفس المطعم وفي نفس الميعاد وبيتكلموا في نفس المواضيع تقريبا. كريم كان مرتاح كده، ما كانش محتاج ناس كتير في حياته. ياسمين كانت على العكس تماما، كان عندها اصدقاء كتير جدا، كل اسبوع بتعرف ناس جديده وبتحب تعمل سهرات وتجمعات في البيت، وكانت دايما عايزه كريم يشارك، لكن هو كان بيحس ان ده مرهق جدا بالنسبه له. وفي مره ياسمين عزمت صحابها في البيت من غير ما تقول لكريم قبلها. كريم رجع من الشغل لقى ناس كتير قوي في البيت هو ما يعرفهمش، صوت المزيكا كان عالي والناس كانت بتضحك وبتتكلم بصوت عالي. وقف كريم في وسط الزحمة وحس ان هو غريب في بيته، راح اوضه النوم وقفل الباب واستنى لحد ما الناس تمشي. ياسمين دخلت عليه بعد ما الناس مشيت، كانت زعلانة وبتقول له ليه عملت كده يا كريم؟ الناس كلها كانت بتسأل عليك، انا حسيت بالاحراج. كريم قال لها انا قلت لك قبل كده انا مش بحب الزحمة ومش بحب المفاجآت، كان المفروض تقولي لي قبلها باسبوع على الاقل. ياسمين قالت باستغراب يعني كل مرة لازم اخد منك ميعاد عشان اعزم صحابي؟ ده بيت انا كمان يا كريم. كريم قال يوه مش قصدي كده، بس انا محتاج اعرف عشان استعد نفسيا. ياسمين بصت له باستغراب، تستعد نفسيا لايه يا كريم؟ دول بني ادمين عادي مش امتحان. ومن يوم ياسمين بقت تعزم اصحابها بره البيت، وكريم بيحس انها بتستبعده من حياتها الاجتماعيه. بعد 1.5 سنة من الجواز اهل كريم ابتدوا يسالوا عن الاطفال. كريم كان عامل خطه الأطفال يجوا بعد 3 سنين، لما يكون وفر فلوس كويس ولما يكون خد الترقية في الشغل ولما يكونوا نقلوا لشقة أكبر. بس ياسمين كان عندها رأي مختلف وقالت له يا كريم الأطفال مش مشروع استثماري، محدش بيبقى جاهز ب100%، الواحد بيتعلم مع الوقت
كريم بص لها. لا يا ياسمين، لازم نكون مستعدين نفسيا وماديا، مش ممكن نجيب طفل والاحوال الماديه مش مظبوطه. ياسمين ردت عليه: احنا الحمد لله احوالنا كويسه، وانا حاسه اني جاهزه دلوقتي، مش عايزه استنى. رد عليها وقال لها: طب استني سنه واحده لحد ما اخد الترقيه. ياسمين ساعتها حست ان كل حاجه عنده بالحساب والتخطيط، وان مفيش مكان للمشاعر في المعامله، وبدات تحس ان هي مش عايشه حياه طبيعيه، لكن عايشه مشروع بيتنفذ بمواعيد ومراحل. كريم كان بيخطط للاجازه السنويه من شهر يناير، بيحجز الطيران والفندق، وبيعمل جدول لكل يوم في الرحله، وبيحدد الاماكن اللي هيزوروها والمطاعم اللي هياكلوا فيها. ياسمين كانت بتتخنق من ده وقالت له: يا كريم انا عايز اسافر ونكتشف المكان، مش نمشي ورا جداول زي الروبوت. كريم قال لها: لو ما خططناش هنضيع وقت كتير وممكن نفوت اماكن مهمه. ياسمين قالت له: وايه يعني لو فاتنا حاجه؟ المهم اننا نستمتع. وفعلا لما سافروا، كريم كان ماسك موبايله طول النهار بيشيك على الجدول، وياسمين كان نفسها تقعد في كافيه صغير شافته على الطريق، لكن كريم قال لها: ده مش في الخطه يا ياسمين، احنا عندنا متحف المفروض نزوره دلوقتي. ياسمين زعلت وقالت: انا عايز اعيش اللحظه. كريم بص لها باستغراب: انا عايز نستفيد من الرحله، احنا دفعنا فلوس كتير قوي. ورجعوا من السفريه وكل واحد متضايق من التاني وشايل من جوه في قلبه. الموضوع وصل لذروته لما اخت ياسمين اتجوزت فجأة. كانت قررت تتجوز في شهر واحد بس، وياسمين كانت مبسوطة جدا وعايزة تساعدها في كل التحضيرات. كريم اتصدم: شهر واحد؟ دول مجانين، الفرح محتاج تحضيرات اكتر من كده. ياسمين قالت له: هم عايزين كده وانا هساعدهم، ده فرح اختي. ياسمين فضلت الشهر كله مشغوله بتحضيرات الفرح، وكريم حس انها مهملاه. كان بيرجع من الشغل ما يلاقيهاش موجود، او موجوده بس مشغوله مع الموبايل بتنسق لاختها تحضيرات الفرح. وفي مره كريم رجع من الشغل تعبان وجعان، لقى ياسمين بتلبس وخارجه وبتقول له: انا رايح اساعد اختي في اختيار الفستان، ابقى اطلب اكل لنفسك. كريم اتنهد: يا ياسمين أنا تعبان وكنت أتمنى نقعد مع بعض شوية. ياسمين ردت عليه: أنا آسفة يا كريم، بس ده فرح أختي ومش هيتكرر تاني. كريم حس دايما إن هو اللي بيضحي وإن رأيه وراحته مش مهمين. قعد لوحده في البيت وحس بالوحدة رغم إنه متجوز. يوم الفرح كريم راح مع ياسمين، لكن كان صامت طول الوقت. ياسمين كانت مبسوطة ومنطلقة بترقص وتضحك مع أختها وأصحابها. كريم قعد على الترابيزة لوحده وبيتفرج. لما رجعوا البيت ياسمين سألته: ايه اللي حصل؟ ليه كنت زعلان كده؟ كريم انفجر: انا تعبت يا ياسمين، انا حاسس اني عايش لوحدي وانت مش بتحترمي رأيي ولا احتياجاتي، كل حاجة لازم تبقى على مزاجي وانا دايما اللي بتنازل. ياسمين اتصدمت: ازاي بتقول كده؟ انا كمان بتنازل، انا بحاول اعيش في الصندوق اللي انت حاططني فيه بجداولك وخططك. كريم قال لها: ده مش صندوق، ده نظام، ده اسلوب حياة صحي. ياسمين قالت له: صحي لمين؟ ليك انت؟ انا حاسه اني بموت شويه بشويه كل يوم. كريم قال لها: وانا حاسس انك بتجاهليني في بيتي، انت عايزاني اتحول لشخص تاني؟ ياسمين ردت عليه: انت اللي عايزني ابقى روبوت زيك. وفضلوا يتخانقوا لحد ما ياسمين عيطت، وكريم راح نام في الصاله. بعد الخناقه دي كل واحد فيهم ابتدى يقلل كلام مع التاني. كريم بقى بيروح الشغل بدري ويرجع متأخر، وياسمين بقت تقضي معظم وقتها مع اصحابها او في الاتيليه بتاعها. البيت بقى مليان صمت، مفيش ضحك، مفيش مزاج حلو، مفيش حتى خناقات، كل واحد عايش في العالم بتاعه. وفي يوم مامة كريم جت تزورهم، لاحظت ان ابنها متغير. قالت له: ايه يا كريم انت وياسمين مالكوا؟ كريم قال لها: مفيش حاجه يا ماما. لكن كان فيه كل حاجه، كان في شرخ كبير، والشرخ ده ابتدى يوسع كل يوم. ياسمين حاولت تكلم كريم مره، قالت له: يا كريم لازم نتكلم. كريم قال لها ببرود: عن ايه؟ في ايه؟ هنوصل لنفس الكلام في الاخر ونخلص على نفس النتيجه. ياسمين بصت له وقالت له: يعني ايه كده خلاص مفيش امل؟ كريم سكت، ما كانش عارف يرد. وفي يوم صاحب كريم احمد لاحظ حالته، كان قاعد معاه في المكتب وقال له: يا كريم انت مش طبيعي، ايه اللي حصل؟ كريم كان مستني حد يساله ويهتم بيه عشان يفضفض، وكريم فعلا حكى له كل حاجه. واحمد قال له: يا صاحبي انت مش غلطان وهي كمان مش غلطان، بس انتوا الاتنين مختلفين، والمشكله انكم مش عايزين تتقبلوا الاختلاف ده. كريم قال له: يعني ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه نتقبل، انا مش عايز اعيش بطريقه عشوائيه زي ما هي عايزه وهي مش قادره تلتزم بنظام. احمد قال له: لا يا كريم انت فاهم غلط، التقبل مش معناه انك تبقى زيها ولا هي تبقى زيك، التقبل معناه انك تحترم ان هي ليها طريقة مختلفة عنك وتلاقي حل وسط. كريم ابتدى يفكر
راح البيت لقى ياسمين قاعده تعيط لوحدها، قعد جنبها ولاول مره من زمان حضنها من غير ما يتكلم. ياسمين عيطت اكتر. انا تعبت يا كريم، مش عارفه نعمل ايه. كريم قال لها وانا كمان تعبت، بس انا مش عايز اخسرك. قعدوا يفكروا في حل وقرروا يروحوا لدكتور علاقات اسريه. في الاول كريم كان متردد، قال ايه الكلام الفاضي ده، احنا مش محتاجين حد يتدخل في حياتنا عشان تتصلح. لكن ياسمين اصرت وراح. الدكتور قعد معاهم كذا جلسه في الاول وفهم المشكله. قال لهم المشكله مش في اختلاف الاراء بتاعكم انتوا الاثنين، المشكله انكم شايفين الاختلاف ده تهديد. كل واحد فيكم حاسس ان الطرف الثاني عايز يغيره ويغير فكره، فبيقاوم التغيير ده. ياسمين قالت له طب ايه الحل؟ الدكتور قال الحل انكم تفهموا ان الاختلاف ده ممكن يكون قوه لو اتعاملتوا معاه صح. وقال لكريم انت محتاج تفهم ان مش كل حاجه تتحط في جدول، في حاجات في الدنيا عفويه وجميله. وانت يا ياسمين انت محتاجه تفهمي ان كريم محتاج شويه استقرار ونظام عشان يحس بالامان والراحه. الدكتور كمل كل واحد فيكم لازم يعمل تنازلات، مش عشان يخسر نفسه لكن عشان يكسب العلاقه. كريم قرر يبدا بنفسه، بدا يسيب الجداول والخطط وبدا يوافق على خطط لحظيه من غير لما يعمل دراسه جدوى. ياسمين مره قالت له تعالى نروح البحر بكره. كريم حس بالقلق لكن قال لنفسه جرب، وراحوا والأول مرة من زمان. كريم اتبسط واستمتع من غير لما يفكر في الخطة. ياسمين من ناحيتها بدأت تحترم احتياج كريم للترتيب، بقت تقول له قبلها بكام يوم لو عايزة تعزم ناس، وبقت تسيب ليه أوقات هادية في البيت. كان صعب عليهم في الأول لكن شوية بشوية ابتدوا يشوفوا الفرق. لكن مش كل حاجة مشيت بسلاسة. في يوم كريم كان مستني ياسمين ترجع في ميعادها عشان كان عنده حاجة مهمة كان عايز يكلمها فيها. ياسمين اتأخرت ساعتين من غير ما ترد على موبايلها. كريم اتجنن من القلق وفي نفس الوقت كان زعلان ان هي ما احترمتش اللي لما ياسمين رجعت لقيته قاعد مستني بوش خشب. ياسمين قالت له انا اسفه يا كريم، كنت عند صاحبتي وما بصيتش في الموبايل. كريم قال لها وما بصيتيش على الموبايل ليه؟ انا كنت قلقان عليك. ياسمين قالت له بشكل انت كنت قلقان ولا زعلان ان انا ما التزمتش بالميعاد؟ كريم سكت وياسمين قالت له انا عارفه الاجابه. وانفجرت خناقه تانية وكل الشغل اللي عملوه في الجلسات راح في الهواء. بعد الخناقه دي كل واحد فيهم ابتدى يسال نفسه هل الموضوع فعلا يستحق كل ده؟ هل الحب كفايه؟ ياسمين قعدت مع امها حكت لها كل حاجه وقالت لها يا ماما انا تعبت، انا بحب كريم بس انا حاسه اني بموت كل يوم شويه بشويه. امها قالت لها الجواز يا ياسمين مش بس حب، الجواز تنازلات وصبر، لكن ما ينفعش تنازلات تخليكي تخسري نفسك. كريم كلم احمد تاني قال له انا مش عارف يا احمد، يمكن احنا مش مناسبين لبعض من الاول. احمد رد عليه يا كريم كل جوازه وفيها صعوبات، المهم انتوا عايزين تكملوا ولا لا؟ ياسمين وكريم قعدوا مع بعض قعده. ياسمين قالت له يا كريم انا مش عارفه نكمل ازاي، انا حاسه اننا بنتعذب مش بنعيش. كريم رد عليها انا كمان حاسس بكده بس انا بحبك يا ياسمين. ياسمين ردت عليه وانا كمان بحبك بس الحب لوحده مش كفايه. كريم قال لها يعني ايه، عايزانا نخلص الحكايه؟ ياسمين سكت، ما كانتش عارفه ترد، كانت خايفه تقول اه وخايفه تقول لا. ياسمين بصت له وعينيها اتملت بالدموع. كريم قال لها خليني اسالك سؤال، لو كنت ترجعي للزمن لورا كنت هتتجوزيني تاني؟ ياسمين بصت له وعيونها اتملت بالدموع. انا مش عارفه يا كريم، وده بالذات اللي خوفني. وبعدها قرروا يدوا لنفسهم فرصه اخيره. اتفقوا على قواعد واضحه، كريم هيسيب يوم واحد في الاسبوع من غير خطط وجداول ويعيش اللحظه مع ياسمين، وياسمين هتحترم احتياج كريم للنظام وهتنسق معاه قبل ما تعمل اي حاجه تضايقه، وهيخصصوا وقت كل يوم يقعدوا مع بعض من غير موبايلات ولا تلفزيون، يتكلموا بجد ويحتفلوا بالاختلافات بدل ما يحاربوها. الاسابيع الاولى كانت صعبه، كريم كان بيحس بالضيق لما بيسيب يوم من غير خطه، وياسمين كانت بتحس بالحبس وهي بتلتزم بالمواعيد. ولكن بالتدريج بداوا يلاقوا التوازن. وفي مره كريم رجع من الشغل لقى ياسمين عامله له سفره على الارض في الصاله بشموع واكل هي اللي عاملاه. كريم قال لها ايه المفاجاه دي؟ ياسمين قالت له قلت اعمل لك مفاجاه بس اهدى ما تتضايقش، انا قلت لك من الصبح ان احنا نتعشى مع بعض بس ما قلتلكش ازاي. كريم ضحك وقعد معاها واستمتع بالعشاء. وفي مره ياسمين فاجئت كريم انها عملت جدول لرحله كانوا متفقين عليها، ولما كريم شاف الجدول فرح قال لها انت عملتي كل ده عشاني؟ ياسمين ردت عشان عارفه انك بترتاح طول ما في خطه. وكريم حس ان ياسمين بتحاول فعلا تفهم. الامور بدات تتحسن، مش كل حاجه بقت مثاليه بس بقى في احترام وتفاهم وتقبل لاختلاف الراي بتاع كل واحد. كل واحد بقى بيشوف ان الاختلاف مش حرب لكن فرصه للتكامل. كريم بقى مرن اكتر وياسمين بقت ملتزمه اكتر
والاهم من كده بقوا يتكلموا. لما حد فيهم يحس بالضيقه ويقول، مش يسكت لحد ما الموضوع ينفجر. موضوع الأطفال اتحل لما هم قرروا ما يحطوش جد، لكن لما يبقوا جاهزين إن ربنا يرزقهم. وفعلا بعد شهور ياسمين اكتشفت إنها حامل. ياسمين وكريم فهموا درس صعب، فهموا إن الاختلاف في الرأي ممكن يبقى سبب للتعاسة وفشل العلاقات. لما كل طرف يصر إن هو صح، الاختلاف في الرأي المفروض يبقى السبب إننا نفهم بعض ونحاول نتنازل عشان المركب تمشي، مش هو اللي يفسد للود قضية. طيب ليه بقى الاختلاف في الرأي بيدمر علاقات؟ الأنا والكبرياء هي أكبر سبب. كل واحد عايز يثبت إنه صح، مش مستعد يعترف إن في احتمال 1% إن هو اللي غلطان. الموضوع بيبقى صراع على مين اللي كسبان، مش بحث عن الحقيقة. والحل الأفضل أخد الموضوع بشكل شخصي. لما حد بيختلف معاك في الرأي بتحس إنه بيهاجمك شخصيا أو بيقلل منك، بتفسر اختلافه على انه مش بيحترمني او شايفني غبي، في حين انه ممكن يكون بس عنده وجهة نظر مختلفة. سوء التواصل، ناس كتير ما بتعرفش تعبر عن رأيها بطريقة محترمة، بيستخدموا كلام جارح، صوت عالي، اسلوب مستفز، والطرف التاني بيرد بنفس الطريقة، والموضوع بيتحول لمعركة. الإصرار على تغيير الطرف التاني، بدل ما تقبل إن الشخص التاني ليه رأي مختلف بتحاول تفرض رأيك عليه وتغيره، وده بيخلي الطرف التاني يحس بالتهديد وبيدافع عن نفسه بشراسة. تراكم الخلافات الصغيرة، يعني لما يكون كل خلاف صغير بيتحط في حساب الذكريات السيئة، بعد فترة لما أي خلاف جديد بيفتح معاه كل الجروح القديمة، والموضوع بيكبر بشكل مش طبيعي. انعدام الثقة، لما تختلف مع حد باستمرار بتبدأ تشك في نواياه، بتفسر كل تصرفاته بسوء نية، بتفتكر انه متعمد يزعلك او يأذيك. المقارنات والتعميم، انت دايما كده، انت زي ابوك بالظبط، كل الرجالة زيك او كل الستات زيك. التعميم ده بيخلي الشخص يحس انه محكوم عليه. اخر حاجة عدم الاعتراف بالمشاعر، يعني لما تقول للطرف التاني انت بتبالغ يا عم الموضوع بسيط وهو يكون منزعج من حاجة، ده بيخليه يحس انك مش فاهمه ولا مقدر مشاعره. وفي الطرف التاني لما تكون متضايق من الشخص اللي قدامك ورغم كده بتقول له مفيش حاجة، ده بيجرحك لانه شايف انك مش عايز تتكلم معاه والموضوع ما بينكم خلص. طب ايه المشاكل اللي بتحصل بسبب الحاجات دي؟ الصمت والمقاطعة، بدل ما تتكلموا وتحلوا المشكلة كل واحد بيقفل على نفسه، ده بيخلي المشاكل تتراكم وتتفاقم. الكلام الجارح اللي ما بيتنسيش، في لحظة غضب ممكن تقول كلمة توجع وتفضل محفوظة في دماغ الطرف التاني لسنين، وحتى لو اعتذرت الأثر ده بيفضل موجود. فقدان الاحترام لما تختلف بطريقة سيئة كتير بتبدأ تفقد احترامك للطرف التاني تدريجيا، وهو كمان يفقد احترامه ليك، ومن غير احترام العلاقة بتموت. التحالفات ضد بعض زي في العائلات أو الصداقات، لما اتنين يختلفوا كل واحد بيحاول يجيب الناس في صف، والموضوع بيتحول لمعسكرات وانقسامات وليلة زرقاء ما يعلم بيها الا ربنا. الشك الدايم، بتبدأ تشك في كل حاجة بيعملها الطرف التاني، هو قال كده يبقى يقصد كده، هو عمل كده أكيد عشان يغيظني، وده بيخلق جو من التوتر. الدايم، البعد العاطفي، لما تبطل تحس بالقرب من الشخص اللي انت بتحبه، تقعد معاه بس ما تحسش بالراحة، العلاقة بتبقى شكلية مش اكتر. النكد المستمر، كل حاجة بتبقى سبب في الخناق، حتى الامور البسيطة بتتفسر غلط وتتحول لمشكلة. الندم والحسر، بعد ما تخسر العلاقة بتندم على الكلام اللي اتقال والمواقف اللي حصلت، بتفتكر ان الموضوع ما كانش يستاهل. اللي اثر على الصحة النفسية من الكلام ده كله بيبقى ايه؟ الخلافات المستمرة بتسبب توتر، قلق، اكتئاب، وممكن توصلنا لمشاكل جسدية زي الأرق والضغط العالي. طب التأثير على العلاقات التانية بسبب المشاكل دي بيكون ايه؟ لما تكون في علاقة سامة مليانة خلافات، ده بيأثر على علاقاتك التانية، بتبقى عصبي، مكتئب، وصعب انك تكون موجود بشكل صح مع ناس تانية. طب الحل ايه؟ الحل انك تتعلم امتى تفرق ما بين الشخص ورأيه، مش عشان رأيه مختلف يبقى هو شخص وحش. اختار معاركك، مش كل اختلاف يستاهل خناق. اتكلم بهدوء، الزعيق ما بيحلش حاجة، بيزود المشكلة. بس اعترف بمشاعر الطرف التاني حتى لو هو مش فاهم او موافق، قول انا فاهم ان ده بيضايقك، وركز على الحل مش على مين صح ومين غلط. الهدف انكم تعدوا الموضوع بسلام، مش انك تثبت انك صح. وخد بريك، لو حسيت ان الموضوع هيوصل لخناقة كبيرة خد بريك يا عم، ولما تهدوا ارجعوا اتكلموا تاني. بس اهم حاجة
انك تعتذر لو غلطت. مفيش عيب في الاعتذار، والاعتذار بيفتح باب للتصالح. طب ايه هي طرق التعامل الصح مع الاختلاف ده؟ اول حاجة انك تسمع الطرف التاني وانت فعلا عايز تفهمه من وجهة نظره، مش بس مستني دورك عشان ترد. حاول تفهم هو ليه شايف الموضوع بالشكل ده، وما تخليش الموضوع شخصي. الاختلاف في الرأي مش معناه ان الشخص ده ضدك او بيهاجمك. ممكن يكون عنده معلومة مختلفة، تجارب مختلفة، قيم مختلفة، بس ده مش معناه انه عدوك في النهاية. ودور على الأرضية المشتركة بدل ما تركز على نقط الاختلاف. دور على الحاجات اللي انتم متفقين عليها. كتير من الخلافات بتبقى في التفاصيل مش في الهدف الأساسي. واعرف امتى تسكت. مش كل خلاف محتاج حسم فوري في ساعتها وتنتصر في ساعتها. ساعات السكوت والتفكير أحسن بكتير من الاستمرار في نقاش مع حد مش هيغير رأيك. واستعد تغير رأيك لو الطرف التاني جاب حاجة أكتر أو معلومة جديدة. مفيش عيب إنك تقول أنت صح فعلا، ده قوة مش ضعف. وآخر حاجة، حدد إذا كان الموضوع يستاهل ولا لأ. مش كل خلاف يستاهل إنك تخسر علاقة أو تدخل في صراع. اسأل نفسك، هل الموضوع ده هيفرق بعد سنة؟ تمام. امتى بقى الاختلاف في الرأي؟ ده شيء ضروري في المبادئ والقيم الأساسية. لو الموضوع متعلق بمبادئك الأساسية، دينك، أخلاقك اللي ما تقدرش تتنازل عنها، هنا الاختلاف ضروري ولازم تقف على موقف. وفي القرارات المصيرية زي قرارات الجواز، الخلفة، أو إنك تسيب البلد وتروح بلد تانية، وتغيير الشغل، دي قرارات مش هينفع فيها مجاملة على حساب مستقبلك. ولما حد بيكون بيأذيك أو بيأذي غيرك، الموضوع فيه ضرر حقيقي ليك أو لحد تاني. لازم تختلف وتقف حتى لو كلفك علاقاتك. الاختلاف في الرأي هنا ضرورة، وفي الأمور المهنية والعملية المهمة. يعني لو أنت دكتور ومريض عايز علاج غلط، هتديه؟ طب لو أنت مهندس وفي قرار هيعرض ناس للخطر، هتنفذ القرار؟ لا طبعا. هنا اختلافك ضرورة. وبرضه لما يكون في ظلم، الوقوف ضد الظلم حتى لو كلفك خلاف مع ناس قريبة منك، ده واجب مش اختيار. امتى بقى الاختلاف في الرأي مش ضروري؟ في الأذواق الشخصية، أكل، لبس، ألوان، مزيكا، دي كلها حاجات شخصية ما تستاهلش خناق. زي التفاصيل الصغيرة اليومية، والطريق اللي هتمشي فيه، المطعم اللي هتاكل فيه، الفيلم اللي هتتفرج عليه، كل الحاجات دي خليها مرنة. وفي الأمور اللي ما تخصكش، لو الموضوع ما بيأثرش عليك ومش من شأنك، ليه تدخل نفسك في خلاف هيدمر علاقة مهمة من غير فايدة، وممكن يخسرك صديق عمر أو علاقة عائلية على رأي في موضوع ما يستاهلش. هنا التنازل أحكم ليك. في الموضوعات اللي محدش عارف فيها الصح من الغلط، زي مواضيع فلسفية أو نظرية ملهاش إجابة، الخلاف هنا مش هيوصل لنتيجة. نظرية التطور لو صح أو غلط، ده مش هيفرق ما بينك وما بين صاحبك في حاجة، فمش مستاهلة. ولما يكون عندك معلومات ناقصة، ما تعاندش. الأحسن تسمع وتتعلم بدل ما تختلف في الرأي ومعلوماتك ناقصة. الخلاصة، الاختلاف في الرأي طبيعي وصحي، لكن الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الاختلاف هي اللي بتحدد إذا كان بيقوي العلاقة ولا بيدمرها. الاختلاف الصحي في الرأي بيحتاج احترام، انصات، مرونة. والاختلاف الضروري بيكون في المبادئ الأساسية والمبدئية المهمة اللي تمس قيمتك أو تأثر على حياتك أو حياة غيرك بشكل جدي. غير كده خليك مرن وفريش وما تخسرش علاقاتك على تفاهم. وفي الآخر، لو ما عجبتكوش الحلقة، خلونا نختلف في الرأي، واكتبوا في التعليقات رأيكم. مستني أسئلتكم وفضفضتكم، وشكرا لمشاهدتكم.